رسميا لاعب موزيس اوركوما رجاوي لمده سنتين. توصيم الشابي بحكم انه ديجا كان في الدوري التونسي، وهذا اللاعب كان في الدوري التونسي، يعني لاعب وسط ميدان دفاعي. هذا البوست اللي خاص الرجاء، راه عندنا داك بودا راه مسالي. ولكن واحد الحاجه اللي غنهضر عليها هو علاش المدرب هو اللي كيدير الانتدابات. هادشي راه ما بغيناش. الرئيس يدير الجمع العام باش يجي واحد الرئيس جديد، وغتكون ديك الساعه الشركه وغيكون واحد التسيير معقل. اما بقى هذا الرئيس وكيدير هاد الانتدابات بحال هكا، راه مشكله. هو كيقول لك ان الانتدابات كاملين اللي كيداروا دابا ما غيتصادقش عليهم حتى يجي المكتب المسير الجديد، هو اللي غيصادق على الانتدابات واش غادي يبقى ولا لا، من غير بدر بانون هو اللي صادقوا عليه رسميا. اما الانتداب واحد ظهير ايمن اللي كيتفاوضوا معاه كيلعب في الهوات، ودابا هاد موزيس اوركوما اللي كيدير نيجيريا، يعني هادو واخا تفاوضوا معاهم حتى يجي المكتب الجديد هو اللي غيقرر واش انهم غيبقاو مع الرجاء ولا غيمشيو. السؤال المطروح هو ان هاد اللعابه الا ما بغاوهمش هاد المكتب المسير الجديد، اذا خصك تعطيهم واحد التعويضات، والتعويضات غتكون فايته واحد 120 مليون ولا 130. اذا ما بغيناش نرجعوا للعشوائيه، وهذا مشكل كبير. نتمناو خير ونتمناو هذا الشيء اللي يكون كيدار من طرف اللجنه التقنيه. ما بغيناش ديك العشوائيه، المدرب قال لك هذا، المدرب راه كان واحد الخطره كان كلور ولا ما عرفت شنو سميتو، كان جاب لنا كوليبالي من الاهلي، وداك كوليبالي راه مسالي وجا معانا وفي الاخر مشى ودا 200 مليون وما استفدنا منه حتى شي حاجه. ما بغيناش هذا الشيء يبقى يوقع. كونوا رجال.